بيبدأ الفيلم في مملكة رامتيب. الساحرة جانيسا بتدير عملية إعدام لمتنبئ أعمى تنبأ إن في مخلص هيجي هينقذ رامتيب من الحكم الظالم لعشيرة دهياكسا. حسب المتنبئ المخلص ده هيكون محارب قوي ذو فضيلة مولود تحت نجم الأسد، وهيكون بارع في مواي تاي، وهيقدر يستخدم سلاح ناين ساترا الأسطوري علشان ينقذ البشر من قبضة عشيرة الياكسا المرعبة. بمجرد ما المتنبئ خلص تنبؤه، الراجل العجوز اتدمر على ايد دهياكسا، اقوى واقصى محارب شافته البشرية. علشان يمنع النبوءة من انها تتحقق، الهياكسا امروا باغلاق مدارس مواي تاي كلها، وقبضوا على كل الاطفال اللي اتولدوا تحت نجم الاسد. بعد كده الهياكسا بعتوا جنودهم يدوروا على سلاح ناين ساترا في كل قرى المملكة، بس الجنرال باون القائد الامين لجيش مملكة رامسيب قدر يستعيد السلاح المقدس، ودلوقتي لازم يهرب من الجيش اللي وراه. رونج ورفاقه مستنينه على الناحية التانية من كوبري معلق، وفجأة ظهر أعداء جدد قبل ما الجنرال يعدي. في وسط المعركة ظهر محارب من عشيرة الياكسا ودخل في قتال مع الجنرال علشان يقرروا مين هيمسك سلاح ناين ساترا. بعد ثواني من القتال الصياد الأسود قدر يمسك السلاح، والولد اللي الجنرال كان شايله في هدومه كان هيقع في البحر. الجنرال استرجع الولد ورمى سيفه على العدو المقنع، واسترجع سلاح ناين ساترا. المحارب قاوم وجنرال اتجرح جرح خطير، وفي اللحظة اللي كان هيتم فيها قتله ظهر إعصار وقع الكوبري، وفي الوقت ده الجنرال أغمى عليه وشالته دوامة الإعصار مع ابنه. وبعد أيام لقاهم راجل أبكم معروف إنه أعظم مدرب مواي تاي في كل العصور. الراجل ده أخذ الجنرال وابنه لبيته وعالج جراحهم، وبعد سنين بقى مراهق ماهر، وبكل رشاقته قدر يجمع أعشاب نادرة بتطلع من صخور الهاوية. بعد ما خلص شغله قعد على فرع شجرة صغير وعزف على الناي بتاعه وهو بيتأمل شروق الشمس. هناك قرر إنه ياخد غفوة، وفاق بعد ساعات أخد لوح التزلج بتاعه ونط في البحر، وشالته الريح لحد ما وصل لبيته في جزيرة بان نوكيان. لما وصل للقرية اتفاجئ بموزو اللي دايما بيختبر قدراته. بعد ما تفادى الهجوم، موزو قدر يضربه، والولد راح جري وراه واتقبض عليه من الراجل العجوز. راح مع أستاذه للرحلة، ولما وصلوا للخيمة بتاعته اتعاقب على تأخره عن التدريب، ووعد انه يتدرب على طول لما يخلص تحضير دواء والده اللي بيستخدم الأعشاب الطبية اللي جمعها على مدار السنين. الجنرال ركز طاقته في انه يتواصل مع شعبه، بس مفيش اي رد. وبعد ساعات زي ما وعد راح يتدرب، بس أستاذه قرر يعاقبه على تأخره وخلى التدريب صعب جدا، لدرجة ان أغمى عليه في دقايق. وفي الوقت القصير اللي كان مغمى عليه فيه شاف رؤية مخيفة فيها شعبه بيتذبح. لما فاق أبوه قعد جنبه وسأله انت شفت الرؤية دي تاني؟ وقرر انه يحكي له الحقيقة كلها. الجنرال حكى انهم من مملكة رامتيب، وانهم جزء من مجموعة صغيرة اللي قدرت تهرب لما المدينة انهارت، وبعد كده بالصدفة تم إنقاذهم على إيد أعظم مدرب مواي تاي في كل العصور. والراجل العجوز ده وافق إنه يدرب عنده، مع إنه كان أقسم إنه مش هيدرب حد تاني أبدا. الجنرال أخد الولد لمخبأ سري وكشف له عن أكبر أسراره من يوم ما هرب من رامتيب وهو مخبي سلاح ناين ساترا علشان يسلمه للمخلص اللي اتنبأ بيه في النبوءة. الجنرال حكى إنه بعد ما استرجع سلاح ناين ساترا من قصر الهياكسا هرب من خلال ممر سري لقرية جونج، وهناك قابل أبو وأم الحقيقيين اللي ضحوا بحياتهم علشان الجنرال يقدر يهرب مع الولد. في مقابل ده الجنرال أقسم إنه هيبقى زي أبو الولد بالظبط. وبعد الهروب الجنرال اتجرح جرح خطير، ومن ساعتها نص جسمه مشلول. وبوند استخدم السحر اللي لسه عنده علشان يتواصل مع اللي لسه عندهم الرغبة في إنهم يخلعوا الهياكسا من حكم المدينة، بس كل محاولاته فشلت. علشان كده الجنرال بيدور على علشان ياخد سلاح ناين ساترا لسجن رامتيب السري ويسلمه للأمير بتاعهم هناك، لأن بوند معتقد إن الأمير هو البطل العظيم اللي في النبوءة. بس لسه كان جسمه ضعيف ومش قادر يحقق المهمة دي. لما سمع الكلام ده الولد قرر إنه ما يضيعش دقيقة زيادة، وكرس نفسه لتدريب مواي تاي لسنوات. أكبر أمنياته إنه يبقى مصدر فخر لأبوه، والرغبة دي كانت وقود ليه عشان يتدرب بكل قوة. وفي مرحلة التدريب المدرب أخد كهف صخري وعلمه حركاته الأفضل والأقوى على مدار السنين. الولد كان لازم يدرب جسمه وعقله لحد ما يتقن كل حركة، ولما يجي اليوم ده هيبقى جاهز علشان يحقق مهمته. مع الوقت وتتغطى جسمه والوشوم اللي بتتبع تطوره كمحارب. وبوند كان مبسوط جدا من الولد اللي قدر يبقى مدرب مواي تاي عظيم، وبقى مصدر فخر كبير للمدرب.
بعد سنين من الإحباط. صبر الجنرال اتكافئ أخيرا ووصل له رد من رونج، وهو واحد من أخلص المحاربين اللي كانوا بيقاتلوا جنبه. المدرب لقاه وأخده للجنرال، ولكنه سمع كلام غريب من رونج إن بعد الإعصار دهياكسا وجنوده هاجموا المعسكر ودمروا تقريبا كل محاربي مملكة رمسيس. رونج واللي قدروا يهربوا فضلوا هربانين من ساعتها، بس لحسن الحظ رونج رجع للمعسكر وليه رسالة بوند. رونج سأل عن مكان سلاح ناين ساترا وقال انه عايز ياخده لرجالته في الجيش. الجنرال قال للمحارب انه مش مستعجل وهيستنى باقي الجيش علشان يتواصلوا معاه. وفي الليل اوتو والمدرب كانوا بيتأملوا القمر وشافوا رونج وهو بيتحرك في الخفاء وراحوا يواجهوه. وفي الوقت ده الراجل أطلق صاروخ علشان يكشف موقعهم لجيش الهياكسا، وعلى طول المحاربين غزوا الجزيرة وهجموا على السكان. المدرب قاتل الوحوش وأمر أوت إنه يحمي أبوه اللي كان على وشك إنه يتقتل. الولد استخدم كل اللي اتعلمه في السنين اللي فاتت علشان يهزم الكائنات دي، بس مهما كان عدد الهياكسا اللي قدر يهزمهم كان في غيرهم بيجي وكانوا محاطين بجيش الأعداء. الجنرال سلم سلاح ساترا لأوت وأمره إنه يهرب. لما الولد بص وراه شاف أستاذه بيتهزم من محارب مقنع، نفس المحارب اللي قاتل أبوه وهو لسه طفل. وهو بيهرب الولد مسك لوح التزلج بتاعه ونط في المية، وبكده قدر يهرب من الوحوش. وفي الوقت اللي الجزيرة كلها بتتحرق، لما وصل لمكان آمن الولد طلع سلاح ناين ساترا ورماه في البحر وهو غضبان من السلاح ده اللي خلى كل اللي بيحبهم يموتوا. بس بعد دقايق من البكا قرر انه يرجع ياخد السلاح لانه محتاجه علشان يحقق الامنية اللي ابوه كلفه بيها، وتستخدم سكينة علشان يقص شعره ويستعد لمرحلة جديدة في حياته. وفي نفس الوقت في مملكة رمسيس رونج اتعاقب على فشله في مهمته، ودهياكسا امر الصياد الاسود انه يرجع سلاح ناين ساترا بعد ما سبح لجزيرة هانان. اوت اخد راحة علشان ياكل وسأل السكان عن الطريق لمملكة رمسيس، بس مفيش حد في الجزيرة كان مستعد انه يتكلم عن الموضوع ده خالص. وهو ماشي في الشوارع اوت لاحظ انه متراقب، وبعدين اكتشف ان سلاح ساترا اتسرق منه، واللي سرقه هو قرد صغير لونه احمر. الولد راح يجري ورا الحيوان ويطارده مكان ما يروح، وركب وراه مركب عايمة وشاف بنت جميلة محبوسة في قفص مصيرها انها تتباع من الهياكسا كعبدة. ولما اوت شاف القرد بيحاول يهرب من راجل اسمه أسورة كان بيحاول ياخده بالقوة، اوت قرر انه يتدخل علشان ينقذ القرد الصغير. اوت وأسورة تبادلوا الضربات وفجأة القرد هاجمه. في الوقت ده الولد اكتشف ان الحيوان ده هو ملك القرود، وان أسورة رغم انه من عشيرة الياكسا هو صديقه. وفي الوقت ده جنود الياكسا كانوا بيحاربوهم، فقرروا الثلاثة انهم يتحدوا علشان يهزموا الياكسا في المعركة. أسورة انبهر باسلوب اوت في القتال لانه كان معتقد ان اسلوب مواي تاي اختفى من زمان. وفي الوقت ده اعداد جدد ظهروا، واوت قرر انه يهرب ويسيب المركب العايمة، وهو مستخبي البنت الجميلة قالت عليه، واستغلت التشتيت ده علشان تهرب من قفصها. المعركة استمرت والثلاثي اتحدوا علشان يهزموا عشرات الياكسا رغم انهم ما يعرفوش بعض، وكان الاتحاد هو الفرصة الوحيدة اللي عندهم علشان يقدروا يهربوا من المركب. وهم عايشين شاولين الكابتن الشهيرة ظهرت في مركبة قراصنة في السحاب، والياكسا اكتشفوا ان البنت الجميلة هي دي شاولين اللي جاية تسرق الاشياء الثمينة في المركب. امرت رجالتها انهم يحرروا باقي الاسرى، واستخدمت مسدسها علشان تقضي على خصومها. بس كل حاجة اتغيرت لما وحش ياكسا قدر يهرب من سجنه وهاجم كل اللي في طريقه حتى اللي من نفس نوعه. وفي الوقت ده الثلاثي قرروا يقفزوا على مركب القراصنة، وأوت أنقذ شاولين من ورطتها وواجه العملاق، واللي ما تخيلهوش أوت إن ضرباته وركلاته مش هتقدر تعمل أي ضرر للكائن ده. وبدل كده أوت اتضرب واترمى بعيد، بس لما شاف شاولين في خطر قام وهاجم تاني. وفي الوقت ده سلاح ناين ساترا بدأ يلمع. الولد استخدم السلاح الأسطوري علشان يهزم العدو وينقذ شاولين، وبعد المعركة السلاح رجع لشكله الأصلي وأوت أغمى عليه، وقراصنة الجو أنقذوهم. وبعد ساعات لما فاق الولد كان في قفص مع القرد الأحمر وأسورة. وأمير القرود سأل عن السلاح المقدس، وأسورة قال إنه حسب النبوءة مدرب مواي تاي اللي يمتلك ال9 فضائل، وهم المهارة والشجاعة والنزاهة والقوة والتفاني والرحمة والتركيز والانضباط والإيمان. هيحرر القوة الكاملة لأسلحة ناين ساترا وينقذ شعب رامتيب من الظلام. واتسأل أسورة إزاي يعرف كل ده وليه خان شعبه. الياكسا كشف إنه كان في يوم من الأيام الراجل اليمين لدهياكسا لحد اليوم اللي اتنفى فيه واتجبر إنه يترك عشيرته بس لأنه وقع في حب إنسانة. من ساعتها أسورة خطط إنه يرجع لرامتيب لأنه حلف إنه ينقذ حبيبته اللي لسه محبوسة في القصر. وفي رحلته قابل القرد فادة
اللي كان نفسه ياخد طاره من دهياكسا اللي دمر مملكة القرود كلها. فالاتنين اتحدوا بسبب المصلحة المشتركة دي. بعد ساعات شاولين وحراسها ظهروا، وكانت مستخبية وسمعت كل الكلام ده. بعد ما عرفت قصة كل واحد فيهم سلمت سلاح ناين ساترا القط، وقالت انهم في طريقهم لرامتيب علشان يساعدوها تنقذ اخوها اللي محبوس هناك. وفي نفس الوقت في القصر جانيسا الساحرة بتحاول تعرف مين من الأسرى هو الامير الحقيقي لعرش رامتيب، وانه في ال5 أقمار نجم الاسد هيتقابل في السماء. في اليوم ده هيخططوا علشان يضحوا بالامير ويستخدموا قوة النبوة علشان يضمنوا افعالهم تبقى خالدة. بس ملك الياكسا مش مصدق النبوءة دي، وبيقول ان مفيش انسان يقدر يهزمه ابدا. الهياكسا وقف قدام الأسرى وسأل مين فيهم هو امير رامسيب، ولو محدش هيتكلم كلهم هيموتوا. لما سمعوا الكلام ده الامير الحقيقي قام، بس اتبعوه رعاياه اللي ادعوا ان كل واحد فيهم هو الامير، في محاولة علشان يلخبطوا العدو. وفي الليل قد بيتأمل القمر، سمع شاولين وهي بتعزف على آلة وترية، واستخدم نايو علشان يصاحب المقطوعة بتاعتها. وفي الوقت ده الصياد الأسود ظهر وهو راكب على تنينه، وأمر الحيوان إنه يستخدم مخالبه علشان يخرم البالون اللي بيحافظ على المركب في الجو. أثناء ما القراصنة بيجهزوا أجنحتهم الاحتياطية مراكب الأعداء ظهرت وبدأوا يقصفوهم. قد دخل في قتال مع الصياد، وأسورة حاول يمسك التنين. قد نادى فادة علشان يساعده، بس القرد كان لسه نايم وما خدش باله ان عليهم هجوم. شاولين وجهت المركب ناحية الهوية الشريرة علشان يتخلصوا من مراكب الأعداء. وفي الوقت ده الصياد الأسود وقع من المركب، بس تنينه أنقذه. قد كمان وقع بس قدر يمسك بحبل ويرجع للمركب. شاولين حاولت تتفادى العقبات في طريقها، بس مركبها الجو اتحطم. قليل من أفراد الطاقم قدروا يعيشوا، بس قد قدر يستعيد السلاح المقدس. فجأة اتفاجئ بهجوم الصياد الأسود اللي ضربه بمخالبه في صدره. الصياد قال إن قبل ما الأرض دي يسكنها البشر كانت بتملكها الياكسا لحد اليوم اللي اتهاجموا فيه واتباعوا كلهم كحيوانات. بعد كده البشر بنوا بيوتهم في المكان ده وسموه رامسيب، ومن ساعتها الحرب مستمرة بين البشر والياكسا. في الحالة دي الصياد الأسود كشف إنه ناوي ينتقم من كل البشرية، وعلى طول قد قدر يفعل سلاح السترة اللي زاد من غضب الصياد اللي هاجم الولد بكل قوته. قد استخدم قوته علشان يدافع عن نفسه من الهجمات، بس الحقيقة انه في موقف ضعيف لانه عمره ما واجه عدو قوي زي ده قبل كده. الولد افتكر اللي حصل في جزيرة بان نوكيان وفكر في كل الناس اللي بيحبهم اللي اتقتلوا على ايد الياكسا، وده اداله قوة اكبر علشان يواجه العدو، واخيرا قدر يهزمه. قبل ما يوجه الضربة الاخيرة للصياد سلاح السترة انفصل من جسمه، وقد اكتشف الخطأ الكبير اللي كان هيعمله، فقرر انه يسامح العدو علشان ينهي دورة الكراهية والانتقام. الولد ساعد الصياد انه يركب على تنينه ونصحه انه يبدأ حياته من جديد. وقبل ما يمشي الياكسا قال له انه فاضل 3 ليالي بس، لما النجوم هتتقابل كل البشر اللي موجودين تحت نجم الأسد هيتضحى بيهم كقربان للآلهة القديمة، وده سبب عظيم يخليهم يسرعوا علشان ينقذوا البشر. وفي الوقت ده القراصنة بيصلحوا المركب. شاولين راحت معاهم لمملكة رامسيب. أول حاجة المجموعة الصغيرة هتوصل لقرية جونج اللي قوت اتولد فيها على حسب كلام الجنرال الراحل باون، في ممر بيوصل مباشرة لمركز رامسيب، والطريق هناك قصير فلازم يخبوا نفسهم من محاربي الياكسا ويجتازوا الجبال علشان يوصلوا لمكانهم. وبعد ساعات من المشي قطو اللي معاه لقوا الممر السري. لما وصلوا القرية هجموا الحراس وتظاهروا انهم اسرع علشان يندسوا في القصر، وبالصدفة رونج دخل معاهم في نفس المصعد اللي هم فيه. وبعد دقايق المجموعة وصلت للغرفة اللي بيتم فيها التضحية بالأمير. ورونج عرف قط من الوشوم اللي على جسمه. لما لاحظت جانيسا ان في ضجة أمرت الحراس انهم يمسكوا الأسرى. شاولين واللي معاها كانوا بيحموا قوت علشان يقدر ينقذ أمير رامتيب ويسمح له إنه يستخدم سلاح ناين ساترا علشان يهزم كل الأعداء مرة واحدة. بس بعد الأمير ما مسك السلاح الأسطوري كشف عن وجهه الحقيقي واتضح إنهم وقعوا في فخ. وفي الوقت ده كل الأسرى المزعومين اتحرروا من سحرهم وتحولوا لمحاربين من عشيرة الياكسا. لما قابل الهياكسا ملك القرود ما قدرش يمسك نفسه. القرد هجم عليه بكل قوته، بس حتى كل قوته دي ما كانتش كفاية علشان يجرح زعيم العشيرة الشيطانية دي. لما شاف صديقه في ورطة أسورة راح يساعده، بس ما قدرش يهاجم أخوه. لما اكتشفوا السر المظلم ده إن أسورة أخو هياكسا، صحابه حسوا بالخيانة. بعدها اتاخدوا كلهم لغرفة الإعدام وسلاح ناين ساترا اترمى في النار. جانيسا أعلنت إن أمير رامسيب وشعبه هيتقضي عليهم في الفجر، وشاولين دخلت في حالة يأس. أسورة وصل بعد كده وأخوه قال إنه هيديه فرصة أخيرة علشان يرجع لعشيرته، بس عشان يعمل كده أسورة هيكون لازم يقتل بونجا
ودي الست الوحيدة اللي حبها في حياته كلها، والهياكسة أمره إنه يقرر يختار ما بين إنقاذ بونجا أو أصدقائه. فأسورا مسك سيفه علشان يضرب أصحابه، بس بسرعة وصل لقرار إنه مش قادر يعمل كده، ولأنه فشل في إنه يقرر، الهياكسة قرر إنه يقضي على بونجا اللي استخدمت ثواني حياتها الأخيرة علشان تودع حبيبها. بعد ما بكى أسورا على موت حبيبته، اتحدد الهياكسة في قتال، وللأسف في دقايق أسورا كان على الأرض على وشك إنه يتقطع، وأوت قرر إنه يحاول ينقذه، فاكر إنه عشان يستخدم قوة ناين ساترا لازم يكون عنده إحدى الفضائل وهي الإيمان. الولد قام ومشي ناحية النار، وهو بيقرب من هدفه ده هياكسة حاول يتدخل، بس اتهاجم من الصياد الأسود أقوى محاربيه، وده محارب الهياكسة اللي أوت رحمه ومرضيش يقتله زمان. لما سألوه عن سبب الخيانة، الياكسة قال إنه بس بيسدد دين عليه، وفي الوقت ده أوت قدر يستعد السلاح واستخدمه علشان يهاجم الطاغية بضربة واحدة. الهياكسة اعتقد إنه قضى على خصمه، بس اتفاجئ لما بدأ أجزاء الحجر تتجمع تاني وتندمج مع جسم أوت. لما أوت قام، الوشوم اللي على جسمه كلها بقت نار، وهو استعد علشان يحقق مهمته ويكون المخلص العظيم اللي اتنبأ بيه في النبوءة. الولد كان عنده الفرصة انه يستخدم مواي تاي علشان يهزم الشر، بس دهياكسا رفض انه يقبل الهزيمة، والزعيم الشيطاني اطلق قوته المدمرة علشان يهاجم، والنار الجهنمية جابت القصر كله وضربت الناس اللي كرسوا حياتهم لدهياكسا. بعد الهجوم، جانيسا الساحرة المخلصة قابلت نهايتها، رغم انهم اعداء. أوت كان غضبان يشوف زعيم بياخد أرواح خدمه بكل برود، وهجم عليه بكل قوته. أوت فهم إن دهياكسا هو الشر اللي محتاج يطهره من الأرض دي، وده اداله قوة أكبر. بعد ما طرد الطاغية من القصر، أوت مشي ببطء ناحيته وشاف خصمه بيتغير قدام عينيه لكائن شرير، وكان مصمم على إنقاذ شعب الجزيرة. أوت قدر يوصل للقوة الكاملة لكل أسلحة ناين ساترا ويكمل تحوله. استخدم سرعته الخارقة علشان ينفذ كل الحركات اللي اتعلمها من المدرب وهو في بان نوكيان. كده أوت قدر يتسلق جسم العملاق لحد ما وصل لراسه وضرب الضربة الأخيرة. القوة دي قدر يشوفها كل الناس حوالين الجزيرة، وبعد المعركة صحابه راحوا يحتفلوا بالنصر معاه. وأخيرا مملكة رمسيس حصلت على السلام بعد سنين من اليأس، وفي نفس اليوم دهياكسا اتقبض عليه واتسجن للأبد، وأسورا بقى زعيم جديد للياكسا وجاب السلام بين عشيرته والبشر. وبالنسبة لشاولين، قدرت تنقذ أخوها من القصر وما ظهرتش من بعدها، وفادى القرد رجع لمملكة القرود بمساعدة أسورا وقدر يبنيها من تاني. وأوت استمر في خدمة مملكة رمسيس كمدرب في أكاديمية مواي تاي وقائد للجيش الملكي. وبعد سنين من الخدمة المتفانية، أوت رجع لبان نوكيان علشان يعيش حياة سلام وهدوء. وفي يوم من الأيام وهو بيعزف على الناي بتاعه قدام غروب شمس جميل، اتفاجئ بشاولين اللي بعد سنين ظهرت في مركبها علشان تزور صاحبها القديم. وبكده بيخلص الفيلم. ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.